السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله نشارك معكم هذا الفيديو ديال هاد الدجاج اللي إن شاء الله خاصك تهلا فيه بلي طرونش ديال الحامض. كناخدو بعدا الماء، كنقيو الماء مزيان. الماء كل نهار خاصك تنقيه باش ان شاء الله الدجاج ديالك ما يمرضش بالالتهابات وبالكوليزا وبالميكوبلازما وبزاف ديال الامراض راه معروفين الاسماء ديالهم. هانتوما كما كتشاهدوا كنخرجوا الدجاج ديالنا اصلا للمسرح كيتسارى ضروري، او كل نهار خاصك تخرجوا يتسارى للمسبح او المسرح. كناخذوا الماء هانتوما النقي، الماء نقي، كنديروا فيه طرونشيات ديال الحامض بحال هذا الشكل هذا، وكنحطوه في الماء باش الدجاج ديالنا يستافد من الماء. فيه فيتامين والسموم، يعني مضاد للسموم. هذا الحامض راه يعني زوين مع الماء صراحه، الناس اللي هكا تيشربوه مع الماء يعني فيه فيتامينات كثيره. انتم كما كتشاهدوا كناخذوا الدجاج ديالنا، كناخذوا الحامضه ديالنا من الشجره، حامضه بيو ما فيها لا سميتو لا حتى شي حاجه. كناخذوا الماء ديالنا، هذا الماء هذا هانتوما مازال نقي حيت الماء ديال النهار. انا راه كل نهار كنبدل اليوم. على بغيتي الدجاج ديالك يكون فيه شحال جيده هو النظام ديال الماء والنقاء، النظافه. لما كانت النظافه راه ما كاينش قولي شي واحد المريض القنبيله ولا هادي، راه النظافه هي اللي كتلعب الدور باش الدجاج ديالك ما كيتقاش بالامراض. غناخدو هاد الحامضه، غنقطعو جوج طرونشيات كما كتجي، طرونشيات رقاق، غنديروهم في داك الماء النقي اللي حطينا. ها هما. هاد العمليه هادي ما ديرهاش كل نهار، هاد العمليه ديرها مره في 15 يوم باش الحامض راه عاوتاني كيأثر على الدجاج. كاين بزاف ديال يعني بزاف ديال الحوايج اللي طبيعيين كديرهم. كاين الزعتر، كاين الحلبه، كاين السانوج، كاين بزاف ديال الحوايج كيبغيوهم الدجاج. غناخدو هاد الشعير المخمر غنحطوه ليهم حتى هما في شي بلاصه نقيه. الدجاج راه كيبغي شي بلاصه نقيه تحط ليه الماكله، ماشي تحط ليه في التراب. يعني حط شي حاجه ما تعاود، يعني الا خليتيها 3 ايام 4 ايام هذيك الحاجه فهمتيني غتجمع الدبابه وغتمتيني غتولي فيها الريحه. اللهم كلا حيد نقي، حيت النظافه من الايمان. انتم هذا الدجاج الكروازي ديجا عاجلو بوحديتو. وتا بالنسبه لذاك الخضروات اللي كيشيطوا لكم في المنزل ديالكم او في الكويزين، كنعطيوهم للدجاج حتى هما. يعني يمكن لك تقطعهم، يمكن لك تخليهم بحال هكا. الدجاج راه يعني كياكل منهم البقايا، حتى باقي راه تهبطوا عندك شي غرس راه كيوليو غبار. هانتوما الدجاج ديالنا كيحماق على شي حاجه سميتها الخضروات. تمشي للسوق، هذاك الباقي داكشي اللي كيبقى لهادوك الناس اللي كيبيعوا الخضره بواحد الثمن رمزي، تقدر تجيبو تغسلو مزيان وتعطيه للدجاج ديالك. راه الدجاج راه كيبغي الخضروات، تيبغي شي حاجه سميتها الربيع، تيبغي شي حاجه النعناع. راه هادو هما الفيتامينات اللي كيبغي الدجاج. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد للزراعه والدواجن. تابوناو عندي ومع السلامه.